تعالوا بينا بقى مع بعض نشوف اكتر من مكان جوه مدينه الشيخ زايد وحدائق اكتوبر وكمان اكتوبر علشان نبتدي فيهم مبادره انجاز شقه بسعر التكلفه. احنا حاليا جنب هايبر وان في الشيخ زايد، وموقع قوي جدا جدا من ضمن المواقع ان شاء الله اللي احنا هنشتغل فيها. عندنا اكتر من مكان جوه مدينه الشيخ زايد، منطقه بيت الوطن رويال سيتي، وكمان المرحله السابعه في الشيخ زايد بيت وطن، وان شاء الله تعالى هنطلع على بيت الوطن التكميلي، وكمان غرب صمد، وكمان شمال النادي، واكتر من لوكيشن جوه الشيخ زايد. وحاليا اللوكيشن الحالي هو اللوكيشن الخاص بالمرحله الثامنه بيت وطن جنب كومباوند رويال سيتي وهايبر وان في مدينه الشيخ زايد. زي ما انتم شايفين اللوكيشن على الطريق العمومي، منطقه حيويه جدا جدا ومستقبلها قوي سواء سكن او استثمار. احنا بنرفع معاكم الاماكن اللي احنا فيها ان شاء الله، وهنعين اكتر من مكان علشان حضرتك تقدر تقرر بالظبط، ممكن تختار اي مكان فيهم وتقدر تشترك في مبادره شقه بسعر التكلفه معانا بالتكلفه الفعليه وبدون اي هامش ارباح، وانت المستفيد الاول والاخير. اي نعم احنا هيكون لنا نسبه اداره، ولكن فعلا العائد الاكبر والاقوى ليك انت يا صديقي، لانك بتاخد كل مميزات الموضوع، سواء شقه بسعر التكلفه بتوفير كبير جدا عن سعر السوق، وكمان باكت جراج وغرفه تخزين وحصه رؤوف، الكلام اللي مش موجود في السوق العقاري، واللي بفلوس كبيره جدا جدا، فضلا بقى عن جوده التنفيذ، وبتشوف الحاجه بنفسك وانت اللي بتعاين وانت اللي بتشرف وبتعيش كل لحظاتها. يلا بينا نطلع مع بعض المرحله السابعه في الشيخ زايد. تعالى بقى اقول لك انا عايزك تاخد ايه من الموضوع ده. انا عايزك تستفيد بشقه بسعر تكلفتها الفعليه. ايه هو التكلفه الفعليه؟ الارض بكام والمباني بكام، والناس اللي هتبني لك المبنى بتاخد اتعابها او الاجر بتاعها. طبعا الاجر مقابل العمل. فين الكلام ده؟ انا صورت لكم في بدايه الحلقه جوه الشيخ زايد، وبالفعل شغالين على شقه بسعر التكلفه جوه الشيخ زايد. انا هقسم لك الحلقه دي لمجموعه نقاط علشان تعرف الموضوع من الالف للياء وتبقى لميت بكل حاجه. اول حاجه بقى عايز اوضحها لكم ايه هي الفكره دي، وتوصيه مهمه جدا جدا. الفكره بكل بساطه ان انا بشرح للناس ازاي يقدموا على طروحات الدوله اللي هي شقق الاسكان المتوسط وفوق المتوسط واسكان اجتماعي، وخاصه بقى مع شقق الاسكان المتوسط وفوق المتوسط باسبقيه الحجز او بالقرعه. ناس كتيرة جدا بتبقى مقدمة وعدد بسيط اللي بيفوز، والأغلبية ما بتفوز. تيجي تشتري من السوق العقاري تلاقي الأسعار عالية جدا، اوفرات بقى وحاجات كتيرة وتجارة وشغل هي مش قادرة عليه. تروح تشتري من مطور عقاري تلاقي بقى الدنيا متلخبطة وتقلبات السوق ومفيش تنفيذ وفي وعود مش صادقة وحاجات كتيرة بتحصل في أرض الواقع، والأسعار طبعا عالية جدا. ففكرنا إن الناس بنفسها تشتري قطعة أرض ويبنوها، وبكده هياخد شقة رخيصة جدا جدا عن سعر السوق. مش بس كده، ده كمان هياخد جودة تنفيذ عالية جدا، وهياخد كل مميزات القطعة اللي هي باكت الجراج وغرفة التخزين وحصة الرؤوف. وكمان هيبقى عارف من البداية أنا داخل على مين جيراني، وكمان مساحة الشقة الصافي كام. فالموضوع ده فعلا وحرفيا بيوفر عليك كتير جدا جدا، وبيديك حاجه استثنائيه مش موجوده في السوق. الكلام ده بالفعل طبقناه احنا في مدينه بدر وفي العبور وفي القاهره الجديده، وحاليا بنطبقه في الشيخ زايد. وعلشان كده انا معاكم عشان اشرح لكم كل حاجه تخص مدينه الشيخ زايد. بس عايز اوضح لحضراتكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. المبادره دي مش للاسكان الاجتماعي، المبادره دي مش للناس اللي معاها 200 و300 و400 و500 الف جنيه. المبادره بتستهدف الناس اللي هي بتشتري شقق جنة وشقق كمان أعلى من شقق جنة، لأن الناس دي بالفعل هي موجودة وشريحة كبيرة جدا، بس بيجوا يشتروا بقى الشقق اللي هم عايزينها بيلاقوا الأسعار عالية جدا جدا. أنا مش هقدر أوفر شقق صغيرة أو أخد قطعة أرض كبيرة وأبني عليها شقق إسكان قومي أو إسكان اجتماعي، لأن أنا لا أملك ذلك، وإن كان إن شاء الله تعالى بنسعى لحاجات زي كده. أما الشيخ زايد يا جماعة هي مدينة عالية، فسعر الشقق هناك عالية. سعر الشقق هناك في السوق حوالي 5 و6 مليون، 5 و6 مليون. فحضرتك لما تيجي تاخدها بسعر التكلفة هتلاقي في حدود 3 أو 3.5 مليون. مش بس كده، ده السعر ده هيكون شامل كل المميزات اللي أنا قلت عليها مع الشقة، والمساحة اللي أنت واخدها، وجودة التنفيذ العالية، واختيار المكان واللوكيشن والدور وجيرانك كمان، كل حاجة يعني في الموضوع. فالتوصية المهمة أو الرجاء المهم اللي أنا عايزكم تعملوه لما تتواصلوا مع فريق العمل، ساعدوهم، لأن إحنا مش بنبيع شقق، والله إحنا مش بنبيع شقق، إحنا بنقدم مبادرة وعايزين نساعدكم بيها. فأنت قول له أنا إمكانياتي كذا علشان يقدر يقول لك، أو الأستاذ اللي بترد عليك تقدر تساعدك وتقول لك هينفع معاك ولا لا. ولو قلت لك مش هينفع ما تتعبهاش بالله عليك، لأن الموضوع هي مش هتعمل حاجة وهي ما عندهاش عروض. واحد يقول لها عايز شقة 90 متر، واحد يقول لها عايز شقة 100 متر، واحد يقول لها
اديني عروض كل المدن اللي عندك. احنا ما عندناش الكلام ده، احنا بنشتري قطعه ارض للمجموعه اللي بتتجمع وبعدين نبني لهم عليها شقه. ده بكل بساطه الفكره. نيجي بقى للنقطه الثانيه، مساحات الاراضي كام ومساحات الشقق بتطلع كام في الشيخ زايد. مساحات الاراضي دي متفاوته حسب المناطق اللي موجوده جوه الشيخ زايد. اللي عايز اعرفه لكم بس ان الشيخ زايد كمدينه مدينه جميله جدا جدا وعليها طلب كبير، بس هي شبه اكتملت خلاص، ما فيهاش اماكن. هي فيها منطقتين فاضيين او قطعتين ارض فاضيين او منطقه نزلوا فيها طرح البيت الوطن، المرحله السابعه والمرحله الثامنه. هم دول يعني كمان قطع معدوده على صوابع الايد، 300 قطعه 400 قطعه حاجات زي كده. دول موجودين فين؟ موجودين في الثوره الخضراء، قريبين جدا من طريق اسكندريه الصحراوي وقريبين من هايبر وان، جنب كومباوند جنه واعمار ودوره وكومباوند رويال سيتي. مكانهم معروف جدا جدا. المرحله السابعه شغاله فيها الانشاءات بالفعل، والمرحله الثامنه لسه الانشاءات هتبدا تشتغل علشان لسه تسليم الاراضي هيبدا. وهنا بقى بوضح لك ان هم دول المنطقتين المستهدف ناخد فيهم شقق جوه الشيخ زايد نفسها، لان بعد كده مفيش، هنشوف فيما بعد بقى نيو زايد والاماكن اللي في اكتوبر وهكذا. فاحنا عايزين نقتنص قطعه ارض لاحبابنا بسرعه قبل ما الدنيا تقفل. وقطع الاراضي هناك كام؟ مساحتها بتتراوح مثلا من 500 متر 600 متر 700 متر 800 متر في الحدود دي. بس سعر الاراضي هناك عالي جدا جدا. سعر الارض ممكن تلاقيها ب 17 مليون 18 مليون 19 مليون 20 مليون، وبتوصل معاك فوق ال 20 25 و30 مليون كمان، حسب قطعه الارض وتميزها جوه المنطقه وحسب مساحتها. فحضرتك المبلغ ده بيتقسم على 12 واحد، ال 12 واحد دول اللي هم 12 شقه. المبنى هناك بيطلع على ارضي وخمس ادوار، يعني 12 شقه لان الدور فيه شقتين. فبالتالي دي الفكره كلها. فحضرتك مساحه الشقه بتتحدد على حسب مساحه الارض اللي احنا هنجيبها، لان النسبه البنائيه المسموح بيها في المدن الجديده 50% في الارضي و55% في المتكرر. وبنقسم بعد كده النسبه دي 50% في الارضي او 55% المتكرر على 2، لان هي شقتين في الدور. فبالتالي حضرتك بناء على قطعه الارض اللي هتبقى معروضه في السوق ونيجي نشتريها، هي هيتحدد عليها مساحه الشقه الصافي. بالتالي انا ما عنديش مساحه اقول لك عليها بالظبط، لان انا دوري ان انا بوفر لك قطعه ارض اللي انت عايزها والمجموعه اللي معاك. وان كان احنا حاطين متوسط ليها، احنا بنقول هناخد قطعه في حدود 600 او 650 متر او 700 متر، بنحاول نسعى لكده. فالقطعه دي هتدينا شقه صافي مثلا من 170 متر لحد 200 متر تقريبا. هو ده اللي احنا بنحاول نسعى له في الموضوع الشقق الصافي ده. بقى بتضربه في 30%. السوق العقاري هناك او في كل المدن الجديده بيضرب مساحه الشقه دي الصافي في 30%، يعني بيحمل عليها 30% وبيضربها لك بقى في سعر المتر. سعر المتر هناك كام في السوق؟ ب 28,000 جنيه. يعني مثلا لو شقه 200 متر هتضربها في 30%، يعني حوالي 260 متر. اضرب 260 متر في 28,000 جنيه. وده من غير جراج ومن غير غرفه تخزين، والروف ده مش موجود في القاعده اصلا. هتيجي تشتري جراج وغرفه تخزين يقول لك 200 متر، هتيجي تتكلم عن غروف يقول لك لا ده مش بتاعك، ده بتاعي انا كشركه، ده ملكه هو، بياخده وبعد كده يبنيه وبعد كده يبيعه. فبالتالي انت بتاخد شقه كده فرداني، واي اضافه عليها زي الجراج او غرفه التخزين بتدفع ثمنهم. احنا بقى في المعادله بتاعتنا او الفكره بتاعتنا مبادره انجاز اتش كي هاني الخميسي، اتش كي يعني هاني الخميسي للتطوير والحلول العقاريه، واسسناها رسمي بسجل تجاري وبطاقه ضريبيه عشان خاطر حضراتكم وامان حضراتكم. ومقر الشركه بتاعنا موجود في ابراج سما الدائري المقطم في القاهره، عشان اللي حابب يشرفنا ان شاء الله تعالى. ومواعيد العمل من 10 ل 6 مساء. فالمهم بقى يا صديقي ان الفكره هنا انك هتاخد الارض وما عليها، فانت بالتالي انت صاحب الارض، صاحب مالك انت، فانت طورته لحسابك الشخصي. فبالتالي خدت المساحه الفعليه وعارف تحميلك كام وعارف كل قصتك كام وعارف الارض اللي اتسجلت باسمك وكل حاجه رايحه لفين. فده ببساطه الموضوع ده. فانت بالتالي حضرتك الشقه اللي هتاخدها من 5 ل 6 مليون وبتوصل ل 7 مليون كمان هتاخدها معانا ان شاء الله ب 3 و3.5 مليون، ومعاها الاضافات الكتيره اللي احنا بنقول عليها. طبعا ممكن تزيد الاسعار شويه وممكن تقل، وده اللي بيتراوح بيه السوق العقاري لانك انت صاحب الموضوع. طيب بقى احنا هنستفيد ايه وهناخد ايه؟ بكل بساطه انا راجل بقدم محتوى من بدري لكل طروحات الدوله، ولما فكرنا في المبادره بقت شبه بالمحتوى اللي انا بقدمه. المحتوى كنت بخلص اجراءات قانونيه للناس واقدم لهم على الشقق واقدم لهم على الاراضي واحجز لهم بالاسبقيه وهكذا، وكنت باخد مقابل اتعابي، يعني شغل اللي انا بقدمه للناس. هي بالظبط الفكره دي نفس الكلام. بشتري لكم الارض وبجمعكم وبغطي لكم الموضوع قانوني، لان انا كمستشار قانوني بفضل الله عز وجل بعمل لك تغطيه كامله للموضوع من الالف للياء. فبالتالي انا باخد اتعابي
انا اللي باخدها بيتم اضافتها من ضمن التكلفه الفعليه للشقه. يعني الشقه اللي هي ب3 او 3.5 مليون اللي انا بكلمك عنها ممكن تزيد شويه او ممكن تقل، بيكون من ضمنها نسبه الاتعاب بتاعتي انا. الموضوع ده هل تيجي تقول انت ما كده دي ارباح؟ لا مش ارباح، ده مقابل عمل، يعني اجر مقابل عمل. انا اشتغلت لك حاجه فباخد المقابل بتاعها. ليه حضرتك؟ لان مفيش حاجه هتطلع لوحدها. انت لما تكون تعبان هتروح للدكتور هيساعدك، لما تروح عندك قضيه المحامي هتدفع اتعابه، هتروح لمهندس هتدفع اتعابه، كذلك الامر انت معايا هتدفع لي اتعابي، لان انا بدير لك الموضوع ده وبشغله لك علشان تستفيد انت. فانا باخد نسبه اتعاب بتاعتي لا اكثر ولا اقل. بنيجي بعد كده حضرتك بنصرف المصاريف الفعليه لتكوين المبنى ده، اللي هو هنجيب المهندس وهنجيب المقاول اللي هو شركه التنفيذ ونفذوا لنا يا جماعه الموضوع ده. هيجي بقى حضرتك هتشتري حديد بقد كده، اسمنت بقد كده، زلط ورمل بقد كده، خامات بقد كده، بالسعر الفعلي بتاعها. طب المهندس اللي بيشرف والمقاول اللي بيبني نفس الكلام، انا بحاسبهم لك برضه بنسبه مقابل اجر ليهم، ما بيتحكموش في اي حاجه. ويجي بقى يقول لك مقاوله وهاخد منك بسعر المتر يتراوح من 14 ل 15 و16 والكلام ده، ويبقى سعر المتر بقى فيه طالع ونازل وفيه حاجات ممكن ما نعرفهاش. لا حضرتك احنا بنتحكم في كل مقاليد الامور، وما في حاجه اسمها سعر المتر، في حاجه اسمها انت حضرتك تعالى اعمل لي شغلانه بمقابل اجر، وكلها تحت مسمع ومرأة مني وانا براقب عليها كلها. فهنا المهندس المدني اللي بيشرف على الموقع والمقاول اللي بينفذ وبيجيب دواليب العماله كلها اللي شغاله، هو دول بياخدوا برضه مقابل اتعابهم لا اكثر ولا اقل. وبالتالي الحاجات دي طبيعيه ومنطقيه، مصروفات اساسيه للمبنى، ما نجيش نقول انها ارباح، لان حضرتك بدونها مش هتقدر تبني. انت لو عندك قطعه ارض في بلدك او في منطقه جديده انت عايز تبنيها، بالتالي هتجيب مهندس وهياخد اتعابه، بس دي انت لوحدك. هنا بقى مجموعه افراد محتاجين تجمعهم وتنظم العلاقه بينهم وتحفظ حقوقهم وتكون على خط وسط ومسافه متوسطه من الجميع، وبعد كده تحفظ حقوقهم مع الشركه اللي بتنفذ، وتحفظ حقوقهم كمان مع جهاز الحكومه والجهات الحكوميه، لحد ما تسلم المبنى وتعمل مطابقه للمباني والتراخيص، وكل واحد يستلم شقته ويركب العدادات الخاصه بشقته. فكل ده انا بغطيه لك قانوني واجرائيا واداريا بفضل الله عز وجل. نيجي كمان علشان أأمنك تأمين كامل ان حضرتك بسجل لك الارض بتاعتك من اول لحظه. يعني انت الجنيه اللي دفعته مش رميته مع شركه تطوير عقاري كمقدمه وفرحت بمقدمه، والله اعلم بقى الارض هو مالكها هيبدا امتى بقى، ارجع عليه بمحكمه، ارجع عليه بقصه كبيره. لا حضرتك انت هنا صاحب الارض، يعني انت المالك، انا ماليش صفه في الموضوع الا صفه اداره لا اكثر ولا اقل. ده ببساطه كل حاجه عن الشيخ زايد. المكانين اللي احنا بنستهدفهم المرحله السابعه والمرحله الثامنه بيت وطن، هي اللي شغاله انشاءات حاليا وفي منطقه راقيه جدا جدا في وسط كومباوندات، ومن هنا اسكندريه الصحراوي ومن هنا هايبر وان. لوكيشن ولا اروع، وما تفوتش الفرصه دي وهتاخد شقه فعلا رخيصه عن السوق بما يتراوح من 30 ل 50% حسب ظروف قطعه الارض اللي هنشتريها والمساحه اللي انت هتاخدها. تمنياتي ليكم والله بكل التوفيق، واتمنى اكون وضحت لكم اتحاد ملاك الشيخ زايد ماشي ازاي. وبالفعل كونا عدد كبير جدا بفضل الله، ومتبقي عدد وحدات بسيط جدا جدا، وبنعمل كمان نسب تميز وحاجات كتيرة هتعجبك لما تتواصل معانا. بس انت بادر بس كلمنا من 6 ل 10 مساء يوميا تليفونيا، وفريق العمل هيرد عليك باذن الله. والاسكان الاجتماعي لهم ارقام، اللي يتصل بس على الرقم ده مبادرة إنجاز، لأن الموظف المسؤول أو الموظفة المسؤولة اللي هترد عليك هي ما عندهاش أي معلومة إلا خاصة بمبادرة إنجاز شقة بسعر التكلفة، أو ابعت لنا واتساب وهيبعتوا لك كل التفاصيل. تمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم هاني الخميسي.